السلام عليكم، أخوكم قاسم حسين حسن من السودان، عايش في فرنسا من 2017. عندي بروبلم دو سانتي لأنه المرض بتاعي نادي الشديد، عايش بدون كبد، الكيلون برضه منتهي، لكن الحمد لله كنت يعني في السرير حوالي 3 سنوات. الحمد لله يسي رحلت إلى مدينة تانية، لكن كنت ما داير يعني استغير في المدينة، يعني ظلما كده مع الأسيستنت المسؤولة، هي حولتني هناك المدينة دي ذاته، يعني قالوا نقعد فوقها كان 15 يوم. رسلت الدوسي تاني بتاعي ومضيت على السكن بتاعي هنا، وما ادوني السكن بتاعي. بالسبب ده انا قعدت هناك، وبقيت اجي كل ما شهرين او 3 شهور بجي مواعيدي للمستشفى عشان اتلقى العلاج. اتلميت مع أسرة المرأة دي واتزوجتها، لقيتها في نهاية 2019، أنجبت لي طفل اسمه علي، يعني ما عندها أي حاجة، ولدت ولادة طبيعية. أخذوا الولد في داخل المستشفى بعد 10 يوم، يعني اليوم ممكن أخرجهم على البيت. جيسيكا زوجتي يعني متزوجة قبل كده وعندها طفلين، يعني ربتهم البيت عمره 14 ولا 15 سنة، والولد 10 سنوات في الوقت ده. يعني إنسان ربت أولاد كبار، يعني بيقروا في المدرسة وماشيين، ولحد ما اتطلقت يعني أولادها كانوا كويسين، يعني ربتهم أحسن تربية وماشيين للي لاسه بيتواصلوا معانا. يعني هسه الحمد لله ربنا رزقني بالولد ده اسمه سعد. يعني هسه الولد ده له 9 شهور، يعني قاعد في بيناتنا كويس، قريبة كويس، هسه له 9 شهور داخل في الشهر العاشر. يعني الحمد لله يقرب يمشي وهسه كويس، يعني سعيدين به ودارين نتمنى أخوه داك يجي. يعني هسه الحمد لله مسكنا دي، هو ولدنا كويس، يعني ما عنده أي حاجة، وطلعنا من المستشفى كويس، وناس المستشفى ذاتهم يعني قالوا المرة كويسة ما عندها أي حاجة. جابوا الدكتور بتاع السكولوجي في المستشفى، يعني ما لقوا حاجة، ما لقوا فينا زول عيان. يعني الأسر كلها بتشهد لنا أن إحنا كويسين، ما عندنا أي حاجة، تعاملنا كويس مع الناس، يعني قاعدين عاديين. وانا هسه شغال في الاوبير، وشغال في الانتريم. يعني الانتريم شغله مو كتير، يومين في الاسبوع، 3 يوم في الاسبوع، وبمشي الايامات الثانيه بقضيها بالعجله وكده. الاسيستنت سوسيال جات سالتنا بتحتاجوا للكرت بتاع المساعده ده، قلت لها لا انا شغال. يلا بعدين المساعد لما شال الولد، المساعد القبيل قالت لنا، كتبت ورقه كده ظلمتنا فيها، قالت المراه وافقت على مساعده تشيل طفلها، والكلام ده كله كان كذب. ده جابوا مسيو دي كوك، يعني كله كذب. تاني قال لي انت ما مهتم بالطفل. يعني كيف انا ما مهتم بالطفل؟ هو الطفل من ايدينه ما مرق، والطفل انا اشتريت له كل المستلزمات بتاعاته، يعني قريب 2000 ألف أنا اشتريت بها الحاجات، اشتريت البوسيت، اشتريت الألعاب دي كلها من صغيرة لحد كبيرة. والبيت يعني الحمد لله عنده غرفة وصالة. عملوا لنا محكمة، مشينا المحكمة بعد سمعنا الغابوق، مشينا المحكمة هناك. القاضي قال لهم ما ممكن تشيلوا جنا الزول ده، يعني كلام هم مشتركين في الموضوع ده. قام دخل لنا ضغطنا ب4 اسيستنت سوسيال بانه يجي البيت، يعني هو ذاته يعني عمل كده عشان داري يحاول يرجع الولد الثاني شنو للفاميليا دي كوي، يعني كلهم يعني بيلعبوا في بعض. القاضي قام انسحب من القضيه، قاموا جابوا قاضيه ثانيه، يعني هي قالت ما بتعرف عن الدوسيه بتاعنا شيء، دخلت في القضيه وقامت ظلمتنا، ودخلت معاه الاسيستنت سوسيال، دخلوا حكايه 3 نساء. مفروض ال3 نساء تخش الإنسان الغفوان الوحيدة اللي عندها شنو الأوراق بتاعت الدخول بتاعت المحكمة دي، المفروض تخش. أخذنا محامي من داخل المحكمة، بعد ده قام يتكلم معاهم، قال لهم ما في زوف ميديكال، يعني ما في ورق بتاع إثبات، انتوا بتجي تكتبوا فوقه تقولوا للناس دي العيانين عندهم مرض سيكولوجي، عندهم نفسيات هنا كده. قاموا عملوا لي غابوق، قاموا جابوها لي أنا عشان ما برضو أقدر أطلع الولد. يعني هم قصدهم ما مساعدة بتاعت الطفل، هم قصدهم ياخذوا الولد، يعني ده الشيء اللي كان مفهوم ومدروس، يعني انا بفهم عليه. هاي بيقوا الزيارات بتاعت الولد ذاتها بيقوا بيتلاعبوا لنا في الزيارات. يعني الناس دي لو القاضي كان حازم وقاضي صح، الناس دي ما بيلعبوا في القوانين بتاعت القاضي المفروضه. يعني عندي كان زياره كل ما اسبوع، قطعوا ال4 زيارات دي، قاموا عملوا لي زياره واحده في الشهر، ادوني زيارتين في خلال 4 شهور، وانا عندي زياره في كل اسبوع. لما مشينا نحن بنقعد في جلسه القاضي ما بسمع لنا، نحن قاعد يسمع على الغفوان الماسك الطفل، يعني ما قاعد يسمع لنا نحن، يعني ما في احترام لنا نحن. يعني القضيه يعني من الاخر يعني ممكن اقول لها عنصريه. يعني انا لما امشي لزياره طفلي، يعني كان في استفزازات شديده، بيقولوا لي جاي هنا لشنو؟ كيف انا جاي لشنو؟ انا جاي لطفلي. انا اناشد كل اخواني من السودانيين، يعني من الاخوان يعني اللي بيقدر يكون يعرف عنده في محامي
كويس أو منظمة كويسة يعني أناشد، يعني أنا داير أرجع طفلي وبطالب بحقوقي وكده، يعني ما داير أكتر من كده.